السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده يا حبايب قلبي باذن الله هنعمل مع بعض وصفه حلوه قوي وسهله وبسيطه وكمان مش مكلفه خالص خالص، وهي زي ما احنا شايفين كده يا حبايب قلبي بطاطس سهله قوي وطريقتها سهله جدا. يلا نشوف مع بعض المكونات بتاعتنا. احنا عايزين بطاطس بس، اي كميه انت تحبيها من البطاطس. طيب انا عامله دلوقتي هنا بتاع 6 بطاطسيات كده، طبعا قشرتهم ونقعتهم في الميه زي ما احنا شايفين كده. بصوا، ودلوقتي هبدا ان انا اقطعهم سهله قوي. يلا نشوف مع بعض كده. طيب هنقطعها كده حلقات مش رفيعه، لا هتكون حلقات مليانه شويه عشان تمسك نفسها معايا. زائد كمان ان الوصفه دي حبايب قلبي مش بتستهلك مننا زيت كتير خالص، عشان كده هتتسلق. هنشوفها مع بعض الخطوات بتاعتنا. وقبل اي حاجه نصلي على النبي كتير جدا جدا، وكمان ننزل ندعم اللايك، ننزل ندعم الفيديو باللايك، وكمان نشترك في القناه عشان يوصل لنا كل جديد. طيب هنقطع كل الكميه كده زي ما احنا شايفين بالمنظر ده اهو كده، شايفين؟ بصوا كده يا حبايب قلبي. خلاص انا دلوقتي غسلتها كويس جدا، وبعد ما قطعتها طبعا صفيتها من الميه كويس جدا، وبعدين حطيت ميه بتغلي على النار، وبعد كده بدات ان انا احطها كده. طيب هحط لها ملح، حاجه بسيطه جدا من الملح، مش عايزه اي توابل ولا اي حاجه دلوقتي. هنشوف مع بعض الخطوات كلها باذن الله، سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص خالص. اهم حاجه نصلي على النبي كتير جدا جدا. ويلا نكمل مع بعض باقي الفيديو. هنسيبها دلوقتي لحد ما تبدا ان هي تستوي ونشوف مع بعض هنعمل ايه. بصوا كده يا حبايب قلبي، خلاص انا دلوقتي قعدتها معايا على النار 10 دقايق بالظبط. طيب يلا نشوف بقى واحده كده مع بعض استوت ولا لا. يلا نشوفها ازاي، نعرف ازاي ان هي استوت. هجيب واحده كده وابدا ان انا اطلعها واشوفها بتتقطع معايا ازاي. يلا نشوف كده مع بعض. بصوا اهو. طيب هي دلوقتي كده خلاص، انا مش عايزاها مهريه، لا انا عايزاها مستويه كده بالمنظر اللي احنا شايفينه ده اهو، شايفين؟ طيب كده خلاص اتاكدت ان هي استوت تمام جدا. هبدا ان انا دلوقتي اطفي عليها النار، وابدا ان انا اصفيها من الميه دي. ويلا نشوف مع بعض الخطوه الثانيه ايه. نصلي على النبي كتير جدا بس اهم حاجه، ويلا نكمل مع بعض الباقي الفيديو. حبايب قلبي خلاص انا دلوقتي جبت زيت معايا، هبدا ان انا احطه معايا كده هنا. طيب هنحط كل الكميه كده. بصوا كده يا حبايب قلبي. طيب انا دلوقتي معايا كذا واحده عملت لون اصفر الجميل ده، شايفين الذهبي الحلو قوي ده؟ بصوا حلوه قوي. طيب ابدا ان انا اطلعها دلوقتي كده. اي حاجه بقى عندك مناديل مطبخ، يا ريت تطلعها عشان الزيت يتصفى كويس جدا جدا، وما تبقاش مليانه زيت، لا احنا عايزينها هشه كده وما فيهاش اي زيت خالص. طيب انا عايزاها باللون الذهبي ده، لو انت حباها تكون مش باللون دوت عادي طلعيها، بس انا بحبها باللون ده، بتبقى مقرمشه وجميله، الاطفال بيحبوها قوي قوي. طيب دلوقتي هنطلع كده الكميه اللي بقت باللون ده، والباقي برضه هنسيبه ونشوف مع بعض كده. اهم حاجه نصلي على النبي كتير جدا جدا، ويلا نكمل مع بعض باقي الفيديو. بصوا كده يا حبايب قلبي، وبكده اكون خلاص خلصت معاكم الطبق الحلو ده. شايفين المنظر؟ الله على الجمال والحلاوه. بصوا، وباقل التكاليف. شايفين البطاطس حلوه قوي ازاي، ولونها ذهبي وجميل قوي ازاي. بصوا جربوها ان شاء الله مش هتندموا ابدا. زائد كمان ان هي موفره جدا في الزيت، خطوه السلق ديت بتاعه البطاطس بتخليها ما تاخدش زيت ابدا ابدا. فجربيها ان شاء الله مش هتندمي ابدا ابدا. حلوه قوي، يا ريت تجربوها وتبعتوا لي في الكومنتات طلعت حلوه معاكم وعامله ازاي. هستنى ان شاء الله باذن الله كومنتاتكم الحلوه اللي زيكم. كمان ادعمونا باللايك، وما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه، وصلوا على النبي كتير جدا جدا. ويلا ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.